ازيكم يا جماعة، أهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم نور التركي من قناة تركي تك. والنهاردة جايين نتكلم عن ايباد برو ال 11 انش، تحديدا نسخة ال 2021. تعالوا نشوف. ومعنا يا جماعة الايباد برو ال 11 انش نسخة ال 2021. هنا الايباد ده جايين نشوف هل ان احنا نستحق ان احنا نجيب ال M2 منه عشان ده ال M1، ولا ممكن نفضل بيه هو. تعالوا نشوف السبيكس بتاعته الاول عشان نقرر. طبعا هو في الام 1 شيب. ايه بقى الام 1 شيب دي؟ هنا الام 1 اللي في الايباد برو ال 11 انش بيجيب 8 كور سي بي يو، 8 كور جي بي يو، 16 كور نيورال انجن. الكلام ده بقى معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان الام 1 اللي هنا هو نفس اللي موجود في الماك بوك اير والماك بوك برو، بس على نسخه اصغر شويه. وده هنعرف ليه. هنا يعتبر ماشين كامله، يعني ده اعتبره كانه ماك بوك. بس ايه الفرق؟ الماك بوك التبريد بتاعه احسن عشان طبعا هو اكبر وفيه مراوح وكده. فهنا برضو ايه، عاملين الايباد ليميتد شويه في استخدامه، مش زي الماك بوك. يعني لو انت عايز تستخدم الماك بوك هنا هيديك تجربه قريبه، بس مش كل الابلكيشنز اللي بتنزل على الماك بوك اير او الماك بوك برو هي اللي هتنزل هنا. هنا عاملين ليميتيشن شويه، مش كل حاجه تنزل هنا، عشان طبعا ايه، محدش يروح يشتري الايباد برو الارخص طبعا من الماك بوك برو والماك بوك اير، ارخص النص مثلا او اقل كمان. فعشان كده حاطين ليميت شويه. طيب الايباد برو ايه بقى السبيكس بتاعته تانية غير الام 1 شيب؟ عندك بقى شاشه هنا الليكويد ريتنا ميني ال اي دي 120 هرتز. طبعا مع الام 1 هيديك ال 120 بكل سلاسه. هو كده كده طبعا اي ابل سيليكون، سواء ال A15 A16 M1 M2، طبعا كل الكلام ده بيشغل البروموشن او البرو ديسبلاي بشكل ممتاز جدا. بس هنا طبعا واخد الليفل اعلى بكتير. هنا انت عندك تقدر تعمل حاجات كتير. عندك مثلا لو معاك الابل بنسل تقدر تدرو براحتك، تقدر ترسم براحتك. نيجي بقى لنظام السماعات هنا في الايباد برو. عندك هنا 4 سماعات، طبعا ده بيديك صوت خرافي. عندك سماعتين من اليمين، سماعتين من الشمال، طبعا مع تقنيه الدولبي اتموس. هنا الصوت هنا طبعا هيديك تجربه ممتازه. عندك مثلا هتيجي تتفرج على نتفليكس، هتلعب جيمز، هتاخد تجربه الصوت مع تجربه الشاشه. انت مش هتحتاج اكتر من كده في ايباد او في تابلت حتى. وطبعا معروفه ان الايباد هو دايما احسن ايباد لو هتيجي تقارنه بالتابلت بتاع الاندرويد. طبعا هنا يكسبوا باكتساح، ان طبعا الشيبات اللي محطوطه هنا من الابل سيليكون تديك باور زياده جدا عن اللي في التابلتس الاندرويد. طبعا ده يعتبر هو ستيل لحد دلوقتي يعتبر اقوى ايباد في العالم او اقوى تابلت في العالم. طيب نيجي بقى لنظام الكاميرات في الايباد برو. عندك هنا كاميرتين، واحده 12 انش وواحده 10 انش. مش كده بس، عندك كمان اللايدر سنسور. اللايدر ده هو طبعا الموجود في الايفون، ابتداء طبعا من الايفون 12 13 14 البروهات طبعا موجود فيها اللايدر. طيب للناس اللي مش عارفه ايه اللايدر ده، هو 3D سكاننج، بيقرا المعلومات اللي قدامه بشكل مفصل جدا، مش زي الكاميرات. هو اصلا هي مش كاميرا تصور بيها. طيب دي معناها ايه برضو؟ عندك مثلا ابلكيشن معين تقدر تفتح بيه، تقدر تقيس العمق بتاع الصوره. يعني انت مثلا داخل في اوضه، انت عايز تصور الاوضه بالظبط، فبيديك مثلا، يعني نفترض مثلا لو انت حاطط كرسي، حاطط كنبه، حاطط ترابيزه، حاطط اي حاجه من الكلام ده، انت عايز تطلع نسخه مطابقه نفس اللي في الحقيقه، بتنزل ابلكيشن اللايدر سنسور ده بيقيس لك كل حاجه بالتفصيل، كل حاجه بالعمق. يعني انت مثلا بتفكر ان انت تشتري شقه، طيب انا عايز في الشقه دي ان انا مثلا احط الكنبه في الحته دي، احط مثلا كومودينو في الحته دي. فباللايدر سنسور تقدر تسكان كل حاجه بالظبط، وكمان تقدر تحط العفش اللي انت عاوزه جوه الابلكيشن هنا، فيديك صوره نسخه طبق الاصل من اللي موجوده في الحقيقه باستخدام طبعا اللايدر سنسور. مش بس كده برضه، ليه وظيفه ثانيه. لو انت مثلا عايز تصور بورتريه، فالبورتريه هنا طبعا مع اللايدر هيديك تحليل للاطراف كويس جدا، عكس اللي في الاندرويد خالص. اللايدر سنسور هنا تقدر تعمل بيه حاجات كتير جدا، وموجود على الايباد مش بس على الايفون. طيب والكاميرتين بقى ال 12 وال 10، الكاميرتين هنا بصراحه ممتازه. كده كده اي كاميرا جايه من شركه ابل انا بثق فيها جدا. وطبعا هنا فتحه عدسه بتيجي كبيره، فانت تقدر تصور الصبح بالليل براحتك في اي وقت. طيب نيجي بقى للكاميرات اللي قدام. عندك هنا كاميرا 12 ميجا بكسل الترا وايد. يعني ايه؟ يعني الكاميرا دي بتجيب لك فيو واسع جدا، بتجيب لك فيو 122 درجه. عندك حاجه هنا كمان في الايباد برو، حاجه اسمها فيس تراكنج. فيس تراكنج دي بيعمل لك كروب من الصوره، وانت لما بتتحرك معاها الكاميرا بتروح معاك، هي مش الكاميرا نفسها اللي بتتحرك. هو ما بيعمل لك كروب في الصوره بيخليك انت في النص، فبالتالي لو انت اتحركت بيعمل موف جوه الابلكيشن بتاع الكاميرا، مش الكاميرا نفسها اللي بتتحرك. بس طبعا هنا بتديك تجربه ممتازه لو انت داخل مثلا زوم، داخل مثلا فيس تايم، داخل اي حاجه، تجربه الفيس تراكنج هنا حلوه. وعامه الكاميرات هنا كويسه جدا. طيب عندك ايه بقى هنا غير الكاميرا اللي قدام؟ عندك فيس اي دي، نفس طبعا الموجود في الايفون. فيس اي دي هنا ممتاز، مجرد مش محتاج اصلا ان انت تحط البين او الباسورد بتاعك، مجرد بس فيس اي دي قدامك
تبص ليه تفتح على طول، وده يديك سهوله للاستخدام جدا. طيب عندك بقى هنا فتحه التايب سي، طبعا دي حاجه مفتقدينها جدا في الايفون. اللايتنج بورت طول العمر بصراحه حاجه تزهق، بس طبعا عشان ده مصدر دخل كبير لشركه ابل. بس هنا مفيش لايتنج بورت الحمد لله، هنا في يو اس بي تايب سي، ومش اي يو اس بي تايب سي، عندك هنا ثاندر بورت 4. طيب ايه الثاندر بورت 4 ده طبعا اولا منفذ الشحن، وطبعا لو عايز تركب شاشه عليه توصله تايب سي. طبعا من الثاندر بورت 4 تقدر تاخد سرعات قرايه كبيره جدا، عايز تشغل 4K عليه، عايز تشغل حتى شاشه 8K عليه تشغلها بكل سلاسه مع ثاندر بورت 4. طبعا الايباد برو هنا يتقارن باي لابتوب سهل جدا، لان طبعا فيه الام 1 شيب. بسبب الام 1 شيب بيديك بيرفورمانس قويه جدا، يعتبر قريبه جدا من اللاب، او حتى يعتبر زي الماك بوك اير. الام 1 شيب انت هتاخد بيرفورمانس يعتبر اولموست سيم. احب برضه انوه لحاجه هنا في الايباد برو، لو حد جايبه وبيستخدم فاينل كات، هنا مفيش فاينل كات. فاينل كات اللي في الماك بوك او الاي ماك مش موجود هنا، وده من ضمن الحاجات اللي انا لسه كنت بتكلم فيها، ان ابل عامله ليميت للسوفت وير نوعا ما، او عامله ليميت للابلكيشنز اللي تنزل عليه. بس انت ممكن تستخدم عليه ادوبي بريمير. بس للناس اللي بتحب فاينل كات وبتفكر انها تشتري الايباد برو عشان تشغل عليه الفاينل كات، هنا مفيش فاينل كات، واتمنى ان هم ينزلوه قريب بصراحه، وهنا هيبقى مفيد جدا مع الام 1 شيب كمان. نيجي بقى للبطاريه في الايباد برو. البطاريه هنا هي 7538، وده طبعا مع الام 1. الام 1 على فكره موفر البطاريه جدا، وطبعا مع البطاريه هنا ومع الام 1 شيب هتديك ساعات استخدام. لو انت هالك الايباد هتقعد لحد 10 ساعات. لو انت مثلا بتتفرج عليه وتلعب عليه وتستخدم ادوبي بريمير ممكن يقعد معاك لحد 10 ساعات. طبعا ده رقم حلو جدا. طيب لو انت استخدامك خفيف ممكن يقعد معاك يوم، يومين كمان بدون مبالغه. الايباد هنا مع الام 1 مع البطاريه دي تديك استخدام ممتاز جدا، وفعلا انت مش هتواجه اي مشكله خالص مع البطاريه هنا. البطاريه هنا فعلا يعتمد عليها جدا. طيب النسخه بقى اللي معانا دي هي الايباد برو 11 انش 2021 واي فاي و5G. يعني ايه بقى 5G كمان؟ يعني انت ممكن تحط فيه جوه سم مثلا نت، بس طبعا الكلام ده طبعا مش هيشتغل عندنا خالص، ان احنا ما عندناش 5G في مصر اصلا. بس عامه لو انت مسافر وانت في بلد بتدعم ال 5G هنا هتقدر تستخدم ال 5G. في نسخه طبعا واي فاي بس النسخه اللي معانا هي نسخه ال 5G والواي فاي الاثنين. نيجي بقى لسرعه الشحن في الايباد برو. سرعه الشحن على حسب كلام ابل هي 20 واط، بس انا شخصيا استخدمتها وجربتها بالكابل الهوكو اللي اتكلمت عنه في الفيديو اللي فات. لازم تشوفوا الفيديو ده يا جدعان، الكابل ده جامد جدا. اتكلمت على كابلات كتير اصلا، لازم تشوفوا الفيديو ده في بارت 1 وبارت 2. انا قست بقى الايباد بالكابل الهوكو اللي فيه شاشه بيوصل معاك لحد 30 واط عادي، و33 واط كمان. انما اللي شركه ابل قالته ان هو 20 واط، بس هو بيوصل لاعلى من كده. بس طبعا عشان الشارجر بتاع ابل نفسه ما بيدعمش اكتر من 20 واط اصلا، بس انت ممكن تشغله مثلا باي شارجر تاني يدعم لك عادي فوق ال 20 و30 واط كمان. طبعا الايباد برو بيسبورت الابل بنسل اي جنريشن منه، ان انت عندك هنا من فوق الايباد في زي حته ماجنتيك تشبك فيها الابل بنسل، تقدر تشحن منها كمان. طبعا ابل بنسل مع الايباد تديك تجربه جامده جدا، لازم تجربوها. دي طبعا الماجيك كيبورد بصراحه بيديك تجربه ماك بوك مرتاح جدا، وكمان ممكن توصل بيه ماوس، فانت كده يعتبر واخد تجربه ماك بوك فشخ. طبعا الماجيك كيبورد هنا كمان في فتحه تايب سي، فانت ممكن تشحن في نفس الوقت توصل مثلا ماوس وايرلس، ماوس بكابل عادي، هتاخد تجربه هنا حلوه جدا. طيب نيجي بقى لاخر نقطه، وهي اهم نقطه، وهي اصلا سبب الفيديو ده. هل لو معانا الايباد برو الام 1 شيب هل نجيب الايباد برو الام 2 شيب؟ انا شخصيا ما رجحش حاجه زي كده. انت كانك بتقارن الايفون 13 بايفون 14، وفي فيديو قريب عن الحوار ده. ما تنسوش ان انتوا تعملوا سبسكرايب للشانل عشان ايه الفيديو ده هيبقى قوي جدا يا جدعان. طيب انا شايف من وجهه نظري ان انت مش محتاج اصلا ان انت تجيب الام 2، ان ستيل لحد دلوقتي الايباد برو هو احسن ايباد في العالم دلوقتي، ومع جيلين 3 كمان مقارنه بتابلتس الاندرويد مع 3 4 اجيال كمان مش هيوصلوا لسه الام 1 شيب، ان الشيب دي هي اللي موجوده في الماك بوك. شيب كمبيوتر يا جدعان، مش شيب ايباد اصلا، مش A15 ولا A16 بايونيك، هي اقوى منهم بكتير جدا. تقدر تستخدمه بشكل قوي جدا، تقدر تشغل عليه اي حاجه هيطحنها، بابجي بقى، كول اوف ديوتي، الكلام ده كله. هنا الايباد ده ما بيعتمدش، بيدغدغ اي جيم قدامه. فطبعا لو انتوا معاكم الام 1 شيب بلاش تجيبوا الام 2، من الاخر فلوس على الفاضي. لكن لو انتوا معكوش الام 1 شيب ومعاكم ايباد او تابلت قديم، لا هاتوا الام 2 على طول، او حتى هاتوا الام 1 هيكون ارخص بكتير برضه من الام 2. وده كان نهايه فيديو النهارده. لو انت لسه جديد ما اشتركتش في القناه خش اشترك في القناه، خش دلوقتي يلا. ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب، فعلوا زر الجرس يوصل لكم كل الفيديوهات اللي جايه اول باول.